عمرك سمعت قبل كده عن تايم سكوير غير اللي احنا عارفينه في امريكا؟ انا النهارده جايب لك تايم سكوير بس في ماليزيا. زي اي حد جاي جديد يحب يتمشى في وسط البلد، تايم سكوير ده بقى هو وسط البلد بتاعت ماليزيا، وده مول كبير كده في كل حاجه، فندق تلاقي، محلات براندات تلاقي، محلات مش براندات برضو تلاقي، وترابيزات بلياردو وبنج. بس انا جاي اكلمك على حاجه تالته خالص غير كل الحاجات دي، وهي الملاهي في قلب المول نفسه. ودي ممكن تجمع اصحابك كده تقول لهم يلا يا رجاله نروح نتمرجح هناك شويه. فكمل معايا كده الفيديو الاخر عشان تشوف رحلتنا هناك كانت عامله ازاي. ايه يا دكتور، انت جننت. بقول لك ركز معايا. اول حاجه جمعنا نفسنا في يوم سعيد لطيف كده ورحنا على التايم سكوير، وخليني اكلمك شويه بطريقه الفلوجات عشان تكون مصحصح معايا. ما انا هقول لك ازاي. بدأنا اليوم بلعبة السيفن دي، وركبنا في قلب عربية غريبة كده وحبسونا في مكان مظلم عشان نشوف الحاجات دي. انا في مكان واسع وكله ابيض في ابيض. بعد كده انا فضلت اقول لهم يا جدعان عايز اكشن شويه، عايز اكشن شويه، وطبعا انا اصلا كنت مرعوب من البتاع اللي كل شويه يعدي من فوقي ده، بس جربته برده في الاخر. بس انا ما سكتش وقلت لهم لا يا جماعه احنا عايزين نزود الاكشن شويه، فحظنا وقعنا في اللعبه دي وعينك ما تشوف الا النور. بالله عليك بالله عليك. لا بالله عليك نزلوني. باقي الالعاب بقى مش هتكلم عليها بصراحه لان مش شايف فيها اي حاجه، بس انا لازم اصوت في اي لعبه برضه. اخر اليوم بقى ختمنا بالكارتن، وده محمد ايمن مالناش دعوه بيه، حاول يطلع المواد بتاعته علينا. في اخر الفيديو بقى ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب على اليوتيوب، منشن لصاحبك اللي قاعد طول النهار في البيت وتقول له يلا بينا على التايم سكوير.